السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك يا مسكي وطيبي، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام على المشفع في القيامة، السلام على المضلل بالغمامة، السلام على المشفع في القيامة، السلام على المضلل بالغمامة، السلام على المشفع في القيامة، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، يا رسول الله يا نبي لك شفاعة مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي، يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي، يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي، يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام، اشفع لنا يا حبيبنا، اشفع لنا يا حبيبنا، لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي، يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي، يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه تعالى
مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الحسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفي في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا قريب والشام الله عليه هذا الإنسان صلى الله عليه صلى الله عليه هذا الحبيب صلى الله عليه قلب سروره قد توالى بحبيب عم الآلام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا صلى الله عليه يصلي على مقام وتلاها في مجده وتعالى صلى الله عليه جدلته بشرا كاملا يسيء الضلال صلى الله عليه رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال صلى الله عليه بالبطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور صلى الله فتبارك عليه الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول اللهم صل من وسلم عليه. أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رؤوف رحيم يا رحيم فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرم اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله أشهد أن عليه سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفره أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله
خيرا كثيرا صلى الله عليه مستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه منة تقرب الله بها على البشر صلى الله عليه من نعمة إن تصرصرها في البحر والبحر صلى الله عليه وسلم بأجل الصلوات وجماعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه المصلي عليه به فينبس في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويتبها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكرم صلى الله عليه الأشرف الأصلي بمده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحزن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وانتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بمن قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقره في الأسلاب الباخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار الظهور وبهر فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف صلى الله عليه يا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور صلى الله عليه كانت الألسن لن تفي بعشر معشار يوصف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير صلى الله عليه ولكن أفضل إلى التدوين ما هبت من أشرف المخلوقين صلى الله وما عليه أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالم صلى الله عليه وبقيت راية بالكون ما
منشورة على مر الأيام والشهور صلى الله عليه التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به متكلما والسامع آمين ويدخلني بشفاعة هذا النبي الشافع آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعدادنا روحا له سكنا وأول بيت نحفظه وأول بيت نحفظه في حياتي روحي ويحفظنا يحفظنا. الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا يزول ولا تمحى الكون يزول ولا تمحى بالدهر صحائف سؤددنا سؤددنا لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون
لنا وطانا حبيبنا علي شاي لله شاي لله يا إمام بني الإمام شاي لله شاي لله يا حبيبنا علي شاي لله شاي لله يا إمام بني الإمام شاي لله شاي لله أنا كل ما أتمنى عيادتي تبكى الخيام تبكى الخيام وأزهر الآسي غني وسجى قمري الحمام قمر الحمام يا حبيبنا علي شاي لله شاي لله يا إمام بني الإمام شاي لله شاي لله واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام خير الأنام وابلغ المختار عنا بصلاة وسلام صلاة وسلام يا حبيبنا علي شاي لله شاي لله يا إمام بني الإمام شاي لله شاي لله فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام عطاياك الجسام يا حبيبنا علي شاي لله شاي لله يا إمام بني الإمام شاي لله شاي لله حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الجلال يا جلال الكمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد
محمد محمد محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل صلى الله عليه بما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا قرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء صلى الله والأبصار عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله ومنه تفرع عليه الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بالسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاد من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم
وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمت وأشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو من ولا من ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر في آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دون إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيل عبارة معلة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم ترى السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقات أشرف البريات وبرز من علف الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور فأرموا في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم جادت سليمان بالوصال تكرما جادت سليمان بالوصال تكرما فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما فسرى السرور إلى الفؤاد
خيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم يا حسن ما جدت به في وصلها يا حسن ما جدت به في وصلها أهلا بوصل فيه نلت المغنما أهلا بوصل فيه نلت المغنما صلوا على نور وسلم عليه. الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم في جنة ما شاقني من وصفها في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما إلا لكون الحب فيها خيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور صلى الله عليه. الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتما
صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم دار حوت نعم الإله جميعها مذ حل فيها خير عبد قد سما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها امطرت في الخافقين سماء بها امطرت في الخافقين سماء والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مجهد ابتلا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه
أعينا زل العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا لمس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول صلى الله عليه وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا روضة الهدي شفيع وصاحبيه والبقيع يا روضة الهدي شفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إلا المنى الله الله العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى مولانا صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه
قرب وروة هذا الحبيب صلى الله على عليه. السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وأنبار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين لا تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه. الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تانيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا سمات المولود صلى الله عليه. وأضرب بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله عليه. من حور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على مولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم غرد واستضيء بجمال فقف الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا طاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلرب كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهدي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبال لكل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه بجوار خير مقعد طلع آمين يا رب علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات موصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن الكرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.